احنا النهارده فين؟ احنا النهارده في سيدي بشر، مسار مترو اسكندريه. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. زي ما احنا شايفين كده قدامنا، احنا على المسار وجاري عمل برضو فتحات وازاله التبه من قبلي لبحري، تمام، لتقليل الضغط على مزدقان سيدي بشر. يبقى احنا كده دلوقتي المحافظة وهيئة الطرق كل ده جاري العمل على خلق طرق اسفل المسار. الشغل كمان مش على المسار نفسه ومشروع المترو نفسه، لا، احنا بنخلق كمان محاور ويوترنات اسفل المسار. احنا دلوقتي في سيدي بشر، وهنكمل بقى ونروح شارع القاهرة، ونمشي في شارع القاهرة ومنه لمحور 45 الدولي الساحلي. هنا احنا كده بداية شارع القاهرة، تمام، وهنكمله في شارع القاهرة لحد اخره مصطفى كامل مرورا بالسوق. وبعد كده من مصطفى كامل لمحور 45 الدولي الساحلي، ونشوفوا التطورات والاجواء اسكندرية وشوارع اسكندرية وزحمة واسواق اسكندرية النهاردة. بداية كده شارع القاهرة من الشوارع الحيوية الرئيسية اللي بتربطنا من أول سيدي بشر بحري، تمام، من أول سيدي بشر يعني من مسار المترو محطة سيدي بشر لحد شارع مصطفى كامل. فهو محور عرضي برضو مهم جدا جدا. تم تطويره، عمل الرصف، الأسفلت، كل اللي احنا شايفينه. بس البياعين يعني مازالوا، والسوق موجود والبياعين موجودين، مفيش أي تغيير. حتى بعد التطوير محافظ اسكندرية صرح هيتم نقل الباعة لسوق ال30، بس مفيش أي حاجة جديدة حصلت حتى الآن. شارع المعادين بياعين زي ما هما، المنظرة زي ما هما. هنا شارع القاهرة زي ما هو. فاحنا منتظرين يعني إن غدا لناظرية قريب، متابعين ومنتظرين. اهو دي كده اجواء شارع القاهرة، السوق والمحلات دي شغالة يعني اي وقت. يعني عايز تروح السوق الصبح بالليل الظهر هتلاقيهم موجودين. مش سوق بس على فكرة، محلات ملابس وأحذية وسجاد وموكيت، كل حاجة الحقيقة موجودة في شارع القاهرة. بس البياعين يعني زي ما انتم شايفين كده طالعين لنص الشارع. يعني كل بياع مش مكتفي بالرصيف ده، فارش كمان تحت الرصيف. فدي المشكلة، غير بقى البياعين اللي هم بتوع السوق نفسهم. هنا بقى ده شارع السوق نفسه، طبعا اتعمل ازاله مرارا وتكرارا، يعني حتى في الشوارع الجانبيه هتلاقوا برضو سوق بقى خضار وفاكهه وسمك وكل حاجه. المشكله ان الاسفلت هيبوظ من بتوع الفراخ وبتوع السمك والميه بتاعتهم، وبيمشوا ويسيبوا مخلفاتهم. فدي المشكله، يعني التطوير وبعد كده احنا نيجي نبوظ التطوير بنفسنا. خلاص، عشان كده احنا اهو بصوا بتوع السمك، كل ما تشتهيه الأنفس. عشان كده احنا يعني نفسنا بقى سوق ال30 يتجهز ويتوضب، ونلاقي الشارع بس محلات وشارع بس، تمام، ان شاء الله خير. لكن هو كمنطقة، منطقة جميلة حيوية، بجد من المناطق الحلوة في سيدي بشر. على فكرة الأسعار هنا مش رخيصة، أسعار الشقق رغم الحاجات اللي انتوا شايفينها. تعالوا بقى ايه نعدي السوق شوية، اهو لسه برضو لسه ماشيين في السوق. خلاص، بعد الجزء بتاع السوق بعد كده الشارع ايه حلو وفاضي لحد شارع مصطفى كامل، تمام، اخر شارع القاهرة يعني. خلينا معاكم، البياعين دول على فكرة بقالهم سنين السنين، يعني ده في ناس متوارثة السوق والمكان بتاعها يعني ابا عن جد، انتوا فاهمين. فاللي هو ايه، احنا مش ماشيين يعني عض قلبي ولا تعض رغيفي. خلاص الازالة جاية، تمام، الازالة هتمشي، احنا راجعين اماكننا. بجد احنا نفسنا نشوف اسكندريه يعني اجمل وانضف، في نفس الوقت ما نجيش طبعا على الناس اللي هي ايه شغاله. خلاص، نكمل بقى كده، ايه نسرع الفيديو شويه ونيجوا معاكم لاخر شارع القاهره. انا مسرعه الفيديو هنا بس بوريكم شارع القاهره. مجرد ما عدينا السوق الدنيا سلسه وسالكه ومفيش اي مشاكل، الشارع نضيف. نتقاطع مع شارع 30 ونكمل. خلاص في شارع القاهره. نيجي بقى واحنا كده ماشيين بسرعه، هنيجي كده في الاخر هنقف ليه؟ هنقف عشان تقاطعنا بقى مع شارع مصطفى كامل وازمه العربيات الجي ام اللي هي المشاريع والتمنيات. خلاص، واقفه بقى بالطول وبالعرض والدنيا مقفوله خالص. اهو احنا كده وصلنا لاخر الشارع. فالجزء ده محتاج فعلا تنظيم مروري، لان احنا وقفنا هنا ربع ساعه خلاص بالتاكس عشان نعرف بس نعدي نطلع بره شارع مصطفى كامل. يعني نطلع من شارع القاهره ده لمصطفى كامل. فاللي بقول لكم بقى هنا موقف طبعا مشاريع، اهو شمال ويمين، والتمنيات الصغيره برضو واقفه شمال ويمين، وقفنا كتير جدا، وتلاقوا ده داخل وده طالع، فالمنظر صعب بجد اهو واحنا واقفين. فهنا محتاج الحقيقه يعني شويه، مش شويه، لازم تنظيم مرور بالاضافه الاشاره اللي موجوده. فزي ما انتم شايفين الوضع كده.
تعالوا بقى ايه كده نطلع من عنق الزجاجة لشارع مصطفى كامل. واخيرا طلعنا لشارع مصطفى كامل. انا حاسه ان انتوا ماشيين معايا او راكبين التاكسي معايا، واخدنا يوتيرن وهنروح بقى ايه في شارع مصطفى كامل. اتجاهنا لكوبري 45 الدولي الساحلي. ليه هنروح هناك؟ هنمشي على الكوبري لان النازله بتاعه الكوبري كان الاسفلت سيء جدا جدا، حطوا فيه اسفلت والدنيا بقت احسن كتير. فاحنا هنمشي في شارع مصطفى كامل. هنا طبعا الفتحه بتاعه تقاطعنا بقى مع الفلكي ومع شارع القاهره وشارع احمد عبد الوهاب برضو الدنيا مش الطف حاجه. طبعا الفريق احمد خالد كان عمل طبعا شال المنطقه بتاعه الفلكي وحطوا الاشاره والدنيا هدت ونطفت. للاسف كل شيء رجع زي ما كان. الفكهانيه اللي على اول شارع الفلكي الناس مش ملتزمه، الزحمه، البياعين اهو بصوا المنظر عند فتحه الفلكي، التكاتك، فالدنيا رجعت زي ما هي. طالما للاسف مفيش متابعه ما بيبقاش في حاجه بتدوم، ودوام الحال من المحال. وتعالوا نكمل بقى ايه لكوبري 45 الدولي الساحلي. هنا خلاص اهو داخلين على مطلع الكوبري. سواق التاكسي اللي راكب معايا بيقول لي كل اللي بيركب معايا مبسوط جدا من الطريق هنا من الكوبري، يعني المحور اللي اتعمل. فرق كتير جدا جدا في الوقت وسهل الدنيا، لان احنا طبعا قبل كنا بناخد يوترنات بقى من تحت، اللي جاي من الدولي مع اللي جاي من المعموره مع اللي جاي من الساعه، فالدنيا كانت ملخبطه. لكن بجد وحرفيا فعلا الكوبري فرق كتير وهيفرق كمان اكتر في عز بقى ذروه وزحمه الصيف. لكن منين ما تمشي بقى تلاقي تكاتك، يعني التكاتك برضو ماشيه برضو فوق الكوبري بسرعه يمكن اسرع من العربيات، دي برضو خطر يعني والله انا كل فيديو بقول المفروض يتحط لافته ممنوع سير التكاتك والتروسيكلات. برضو التروسيكلات بتبقى شايله حمولات وحاجات وماشيه فوق الكوبري، فدي برضو بتمثل خطوره. يعني يا ريت يتم الاهتمام بالنقطه دي. احنا دلوقتي مش في زحمه، الكوبري واسع، الدنيا سلسه. في الصيف والزحمه اما نلاقي بقى تكاتك بتسابق مع عربيات مع تروسيكلات، فدي بقى المشكله. خلاص احنا كده على النازله بقى بتاعتنا والجزء اللي تم وضع الاسفلت فيه. ماشي. شارع 30 الوقفة بتاعت شارع 30 قلت شوية، ما قلتش خالص، لسه في زحمة عند شارع 30 او النازلة بتاعت الكوبري، بس برضو مش زي الاول رغم ان تواجد المرور يعني متمركز هناك. عربية المرور وظابط المرور موجود هناك اهو. بصوا الجزء ده كله تم سفلته تاني عشان ما كانش احسن حاجة، فالحمد لله الدنيا سهلة، العربيات ماشية بسهولة. خلاص ده كده كان الفيديو بتاعنا والجولة بتاعتنا. شفنا الفتحات اللي بتتم من قبلي البحري، شفنا سيدي بشر، مشينا في شارع القاهرة، السوق. هي دي بقى الوقفة اللي بقول لكم عليها، لازم نيجي شارع 30 كده نقف لنا شوية، بس طبعا غير الاول يعني احنا واقفين والدنيا اهو بتمشي شوية شوية. ضابط المرور بيمشي الدنيا شوية شوية، لكن الاول حرفيا كانت بتبقى واقفة تماما. كل الخير ان شاء الله لمحافظتنا الجميله اسكندريه، مع شويه تنظيم وشويه اهتمام باسكندريه، والله هتبقى اجمل محافظه في مصر. كده شارع 45. اشوفكم بقى على خير الفيديو الجاي. شكرا والسلام عليكم. جيجي رضوان.